الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما بعد، قال المؤلف: فصل: الحساب والجزاء. يراد بالحساب والجزاء أن يوقف الحق تبارك وتعالى عباده بين يديه ويعرفهم بأعمالهم التي عملوها وأقوالهم التي قالوها وما كانوا عليه في حياتهم الدنيا من إيمان وكفر واستقامة وانحراف وطاعة وعصيان، وما يستحقونه على ما قدموه من إثابة وعقوبة، وإيتاء العباد كتبهم بأيمانهم إن كانوا صالحين، وشمائلهم إن كانوا طالحين. ويشمل الحساب ما يقوله الله لعباده وما يقولونه له وما يقدموه عليهم من حجج وبراهين وشهادة الشهود ووزن للأعمال. والحساب منه العسير ومنه اليسير، ومنه التكريم ومنه التوبيخ والتبكيت، ومنه الفضل والصفح، ومتولي ذلك أكرم الأكرمين. أما مشهد الحساب، حدثنا ربنا سبحانه وتعالى عن مشهد الحساب والجزاء في يوم الحساب فقال: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وحسبنا إخواني أن نعلم أن القاضي والمحاسب في ذلك اليوم هو الحكم العدل قيوم السماوات والأرض، ليتبين لنا عظم هذا المشهد وجلاله ومهابته. ولعل هذا الإشراق المنصوص عليه في الآية إنما يكون عند مجيء الملك الجليل لفصل القضاء. قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وهو مجيء الله أعلم بكيفيته نؤمن به ونعلم أنه حق، ولا نؤوله ولا نحرفه ولا نكذب به. والآية تنص على مجيء الملائكة، فهو موقف جليل تحضره ملائكة الرحمن بكتب الأعمال التي أحصت على الخلق أعمالهم وأقوالهم ليكون حجة على العباد. وهو كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويجاء في موقف القضاء والحساب بالرسل عليهم الصلاة والسلام ويسألون عن الأمانة التي حملهم الله إياها، وهي إبلاغ وحي الله إلى من أرسلوا إليه، ويشهدون على أقوامهم ما علموه منهم، ويقوم الأشهاد في ذلك اليوم العظيم فيشهدون على الخلائق بما كان منهم. والأشهاد هم الملائكة الذين كانوا يسجلون على المرء أعماله، ويشهد أيضا الأنبياء والعلماء، كما تشهد على العباد الأرض والسماء والليالي والأيام. ويؤتى بالعباد الذين عقد الحق محكمته العظيمة لمحاسبتهم، ويقامون صفوفا
للعرض على رب العباد وعرضوا على ربك صفا ويؤتى بالمجرمين منهم وهم الذين كذبوا الرسل وتمردوا على ربهم واستعلوا في الأرض مقرنين في الأصفاد مسربلين بالقطيران أجارنا الله وإياكم. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. ولشدة الهول تجثو الأمم على الركب عندما يدعى الناس للحساب لعظم ما يشاهدون وما هم فيه واقعون. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. إنه مشهد جليل عظيم نسأل الله أن ينجينا فيه بفضله ومنه وكرمه وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.